السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. كولر يكشف الظروف الصعبة رغم الفوز على سيمبا وسبب تبديل مروان بقفشة. كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن الظروف الصعبة التي واجهت الفريق قبل الفوز على سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. ونجح حامل اللقب في تخطي خصمه بهدف نظيف في عقر داره سجله أحمد نبيل كوكا قبل استضافته في الإياب الأسبوع المقبل. وقال كولر أن الظروف كانت ضد الأهلي قبل المباراة بسبب مشاركة اللاعبين مع منتخباتهم بشكل أساسي يوم الثلاثاء الماضي، وبعدها سافروا دون الحصول على أي راحة. وأضاف المدرب بأنه كان يعلم أن اللقاء سيكون صعبا بسبب حالة الطقس والرطوبة وقوة المنافس بجانب تأخر اللاعبين الدوليين. وأوضح المدير الفني السويسري إلى أن سبب إشراك محمد مجدي قفشة على حساب مروان عطية بسبب تغيير طريقة اللعب من أجل الاحتفاظ بالكرة، وأن قفشة يقدم واجبات دفاعية جيدة وبالفعل منع فرصة هدف محقق للخصم.